هو احنا بقينا تافهين للدرجه دي؟ اكيد حصلت معاك قبل كده، بتفتح السوشيال ميديا وتلاقي شخص بيعمل اغبى حاجه ممكن تتخيلها، او بيقول معلومات غلط خالص لدرجه ان اي عيل صغير ممكن يبقى عارف الصح بتاعها، وبرغم كده بتلاقي عليه تفاعل كبير ومشاهدات. وفي الناحيه التانيه تلاقي حد تاني بيتعب جدا عشان يقدم لك حاجه تحترم عقلك، بيتعب في التحضير والتصوير والمونتاج وبيعاني عشان يتشاف. استنى ثواني، انا مش جاي اصيح او الوم الخوارزميات، انا جاي عشان احاول اعرف ايه السر للحاله دي وازاي ممكن اتعلم منها من غير ما اخسر نفسي، وهل ينفع اصلا حاجه زي كده اتعلم منها ولا لا. ممكن اعرف ايه الممتع او المسلي وانت بتتفرج على شخص وهو بياكل رنجه بالنوتيلا، او بيكسر ايفون 17 الجديد، او بياكل تورته بالكاتشب عشان يجيب كل التفاعل ده. هو مش غبي، هو عارف انك مستحيل تشوف المنظر ده وتسكت. المشكله مش فيه دلوقتي، المشكله ان عقلك دخل في حاله اسمها تحدي المنطق، وكمان ده بيغذي رغبه الشماته جواك اللي بتحسسك انك اذكى منه. ما هو اصل انا تعبت، دايما بشوف اللي بيزعق اكتر بيتسمع اكتر، واللي بيحاول يقدم قيمه حقيقيه بيتركن على جنب. وانت بقى زعلان انك مش متشاف، ولا زعلان على ذوق المجتمع؟ بصوا، انا مش ضد الضحك ولا الهزار، بس انا ضد ان التفاهه والاستفزاز تبقى اسرع طريق للعقول. لا، هي اسهل طريقه تستفز الغريزه، وانت مصمم تدخل من باب العقل وتستغرب ليه محدش بيفتح لك. ايوه، ما انا بتعب جدا في محتوايا، من التحضير للتصوير للمونتاج، وفي النهايه تفاهه هي اللي بتكسب. السر مش في التفاهه، السر في النقص. يعني ايه؟ مش فاهم، هبسطها لك. محدش دلوقتي بقى بيدور على ايه هي احسن حاجه موجوده، كله بقى بيدور على الحاجه اللي تخليه يحس انه ليه رأي. الفكرة ان التفاهة والاستفزاز بتريح الخوارزميات، هو بيلعب على حاجة مقصودة. الغضب اللي بيسببه المستفز ليك بيخليك تستهلك وقت اطول على المنصات. وفي نقطة كمان بتفسر الظاهرة دي، وهي اننا بطبعنا بنحب نصحح لغيرنا اكتر ما بنحب نتعلم. من الاخر بنحب نبان فاهمين. في قصة مشهورة في مجتمع البرمجة، مبرمج كان عايز حل لمشكلة معقدة، كتبها على موقع ريديت عشان حد يفيده بحل، ولكن محدش رد عليه. بعدها بساعات دخل باكونت تاني ورد عليه بحل غبي جدا، وبالفعل في وقت قليل لقى مبرمجين كتير دخلوا يشتموه ويقولوا له حلك غلط، وكتبوا له الحل الصح بالتفصيل. ايوه، يعني انت عايز تفهمني ان انا غلطان ان انا بحاول مشكلتك انك بتحاول تبقى محترم ومثالي زياده عن ايوه، يعني الحل ابقى تافه؟ الحل انك تبقى مش مثالي قوي، سيب مساحه الناس تصحح لك مثلا. الفضول هو اللي بيجيب فيوز، انما انت بتدي المعلومه متقشره فبيشبع من اول دقيقه. عايز تقول يعني ان انا المفروض اجوعهم، اقول معلومه غلط مثلا؟ افتكر لو انت شفت فيديو ليا دلوقتي عنوانه ليه الدكتور ده نصاب، هتدوس ولا لا؟ هدوس طبعا، عشان اشوفك عملت ايه وايه ممكن تكون مخبيه علينا يا دكتور. لا مؤاخذة. بالظبط، دوست عشان تراقبني، عشان تحس ولو للحظة انك احسن مني. العالم اللي احنا فيه ما بيتشدش غير للي بيعرف ينكش الغريزة دي. روح انت بقى فكر ازاي تخلي المشاهد بتاعك يحس انه اذكى منك. على فكرة انت كلامك مستفز جدا. اهو انت كده ابتديت تفهم. اقفل الباب وراك. ألان دونو كاتب كتاب نظام التفاهة، بيقول احنا عايشين في عصر موت الخبير، يعني اللي صوته عالي ومستفز هو اللي بيتشاف. نظام التفاهة عايزك تنفعل ومش لازم تفكر، وده اللي غالبا المحتوى المستفز بيعمله فيك، بيحاول يبني امبراطوريته على الايجو بتاعك. المشكلة فينا احنا يا صديقي، بنخاف نغلط فبنقضي ساعات طويلة نراجع شغلنا عشان نوصل للمثالية، عشان خايفين من النقد. بس اللي لازم نحطه في دماغنا ان النقد ده هو بنزين السوشيال ميديا. انا مش بقولك اغلط قاصد، انا بقولك سيب مساحة للمشاهد، ما تكونش الاستاذ اللي عارف كل حاجة. سيب سؤال ناقص، اطلب رأيهم في حاجة، خالف السائد. وخليك عارف ان في عالم السوشيال ميديا الشيء الوحيد الأسوأ من ان يتحدث الناس عنك بسوء هو الا يتحدثوا عنك ابدا. وكل ده هو رأيي الشخصي، وما تنساش انت كمان تقول لي رأيك في الكومنتات، وكمان ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واستنانا في الحلقات الجاية. سلام.